بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. الدرس 28 من دروس كتاب علم التجويد للشيخ يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني حفظه الله تعالى، ضمن مقرأة أهل الله الإلكترونية في الشمال السوري بعنوان أحكام الميم الساكنة. طبعا الميم الساكنة هي حرف يخرج بانطباق الشفتين، وهو خال من الحركة. عند التقائه بحروف الهجاء له أحد ثلاثة أحكام تطرقنا إليها سابقا ضمن الكتاب المستوى الأول، وهي الإخفاء الشفوي والإدغام الشفوي والإظهار الشفوي، وقلنا أنها سميت بالشفوي لتفريقها عن أحكام النون الساكنة. طبعا الإخفاء الشفوي هو أن يأتي بعد الميم الساكنة حرف الباء، كقوله تعالى ترميهم بحجارة، نقرأها هكذا: ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة، وهم بالآخرة، فتخفى الميم عند الباء مع بقاء الغنة. الحكم الثاني وهو الإدغام الشفوي. الإدغام الشفوي وهو أن تأتي ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة. في قلوبهم مرض لهم ما يشاءون. وعن هذا القسم له مسمى آخر وهو إدغام المتماثلين أو إدغام المثلين. إدغام متماثلين من اسمه نعرف أنه هناك شيء مثل شيء، وسمي إدغام متماثلين لأنه يأتي الحرف ساكنا وبعده مثله متحركا، كأن نرى مثلا ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة، نون ساكنة وبعدها نون متحركة، باء ساكنة وبعدها باء متحركة، كاف ساكنة وبعدها كاف متحركة إلى آخره. فلهذا الاسم كلمة إدغام متماثلين ليست خاصة في الميم الساكنة أو النون الساكنة، وإنما هي عامة لأي حرف جاء ساكنا وبعده مثله متحركا. لذلك كلمة في قلوبهم مرض نستطيع أن نقول أنها إدغام شفوي أو إدغام متماثلي. الإظهار الشفوي أن يأتي بعد الميم الساكنة أي حرف غير الباء والميم، فتظهر الميم بدون غنة زائدة، كقوله تعالى مثلهم كمثل هم فيها عليهم ولا. سنأتي إلى الملاحظات بالترتيب إن شاء الله تعالى. الملاحظة الأولى في الإخفاء الشفوي حول انفراج الشفتين. ما يذكره بعض القراء المعاصرين من ضرورة انفراج الشفتين عند الإقلاب والإخفاء الشفوي، كأن ننطق بالإخفاء الشفوي مثلا ترميهم بحجارة. الطريقة الصحيحة هذه ترميهم بحجارة. أما قضية انفراج الشفتين ترميهم بحجارة، طبعا هذه العبارة ذكرها الشيخ هي عبارة مهمة، ما يذكره بعض القراء المعاصرين أي أن هذه القضية لم تكن عند قراء السلف والقراء المتقدمين، وإنما أثيرت وتكلم بها في زمننا هذا عند القراء المعاصرين، من ضرورة انفراج الشفتين عند الإقلاب والإخفاء الشفوي. ترميهم بحجارة، كأن نترك فرجة بين الشفتين. بل يبالغ بعضهم فيقول لابد أن يرى الناظر أسنان القارئ، ترميهم أي زيادة في الفرجة، فيقول بعضهم يجب أن تكون هذه الفرجة بمقدار رأس القلم، ويقول بعضهم إنما بمقدار رأس الإبرة. مجمل كلامهم أنه يجب أن تتجافى الشفتان عن بعضهما. فيقول الشيخ هذا مما لم أجده في كتاب معتمد عند السابقين فيما اطلعت عليه، ولم نتلقاه، وهذا هو الأهم، لم نتلقاه بهذا الشكل عن مشايخنا المتقنين، ولعله من اجتهادات العلماء نخصصها اجتهادات العلماء المعاصرين، لأن السند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن
بانفراج الشفتين، وإنما كان بانطباقهما. ويذكر الشيخ بعدها أنه سأل القراء المتقنين ومشايخ القراء في الشام ومصر وغيرها، وكلهم أجابوه أننا لم نتلقاه بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تلقينا بانطباق الشفتين. قال: ولكن من أغرب ما سمعت من بعض الناس أنهم ينطقون الغنة المخفاة كأنها غين بغنة، فيصبح النطق هكذا: ترميهم بالمبالغة بانفراج الشفتين، تصبح الصوت كأنه غين ساكنة: ترميهم بحجارة، غينا مشربة بغنة، مع العلم بأن هذا الصوت الغريب لا يوجد في اللغة العربية، وإنما موجود في اللغة الإندونيسية والماليزية وغيرها. وبعضهم يخرجها من الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، فتخرج الميم كأنها حرف V في اللغة الإنجليزية: ترميهم فهذا الصوت لا وجود له عند القراء المتقنين، وإنما هو من تكلف بعض المتعلمين. الملاحظة الثانية، ذكر الإمام الجزري أن هناك وجها مقروءا به في الميم التي بعدها باء، ألا وهو الإظهار، وهذا الوجه كان مقروءا به سابقا ولم يصل إلينا بالسند المتصل، وإنما وصل إلينا فقط الإخفاء عند الباء. ملاحظات الإظهار الشفوي: قال علماء التجويد: وتكون الميم أشد إظهارا عند الفاء والواو. تكون الميم أشد إظهارا عند الفاء والواو. وهنا كلمة أشد إظهارا قد عقب عليها بعض العلماء أن كلمة أشد إظهارا هي من حرص العلماء على الإظهار الشفوي عند الحرفي الفاء والواو، وإنما الإظهار هو واحد عند الفاء، عند الواو، عند الكاف، عند التاء، عند غيرها، ولكن تكون الميم أشد تفلتا عند حرفي الفاء والواو من غيرهما. لماذا؟ لاشتراك الفاء والواو والميم في المخرج، لأن الميم تخرج بانطباق الشفتين التي هي نتكلم عن أحكامها الآن. الميم تخرج بانطباق الشفتين، والفاء تخرج بباطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا أف، والواو تخرج بتدوير الشفتين أيضا من الشفتين أو. فعندما اشتركت هذه الحروف الثلاثة في المخرج، فتكون الميم أشد تفلتا عند الفاء والواو من غيرها، كأن نقول مثلا هم فيها، فتتفلت الميم عند الفاء. عليهم ولا الضالين، عليهم. فهنا ذكر العلماء هذه العبارة لأن ننتبه للميم عند الفاء والواو، لا لأن الإظهار يكون شديدا، وإنما الإظهار واحد عند كل حروف الإظهار. هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نقص فمن نفسي والشيطان، والحمد لله رب العالمين.